أهلا بيكم حبايب قلبي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. معانا النهاردة مراجعة شهر نوفمبر عشان نستعد للامتحان. لو انت جاهز يا بطل يلا بينا نبدأ المراجعة. مراجعتنا النهاردة هناخدها من كتاب الأضواء وهنشتغل فيها المراجعة على الوحدة اللي احنا أخدناها، الوحدتين الرابعة والخامسة. أول حاجة بيقول لي هنا عندي العدد الذي جميع عوامله الأولية هي 2 و3 و5. هو مين العدد ده؟ تاني نرجع نقراها. العدد اللي جميع عوامله الأولية 2 و3 و5 هو 10 ولا 15 ولا 20 ولا 30؟ أول ما بشوف مديني جميع العوامل الأولية كل اللي بعمله بشيل علامة الفاصلة دي وأحط مكانها علامة الفي وأقول له يبقى 2 في 3 في 5. 2 في 3 تديني 6. 6 في 5 تديني 30. يبقى العدد اللي جميع عوامله الأولية 2 و3 و5 هو العدد 30. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه. بيقول لي هنا اضرب 23 في 15. اولا هنا ما قاليش بأنهي خوارزمية لان انا عندي ده اختر. معنى الاختر يعني انت تحلها بأي استراتيجية انت بتحبها. كل اللي انا هعمله همسك ال23 واضربها في ال15. هرصها تحت بعضها يا ميس اللي هي عن طريق الخوارزمية المعيارية زي اللي اخدناها في الفيديو اللي قبل كده، واضرب ال23 في ال15. 5 في 3 هتديني 15. 5 ومعايا الواحد. 5 اضربها في 2 تديني 10. 10 وواحد تديني 11. لما اجي انزل للعدد واحد منساش اكتب في اول السطر زائد صفر، وعرفنا بنحط الصفر ليه؟ لان الواحد ده قيمته في العشرات. 1 في 3 هتديني 3. 1 في 2 2. تعالى نجمع العدد. 5 زائد صفر هي 5. 1 و3 تديني 4. 1 و2 يديني 3. طلع العدد كله 345. يبقى الإجابة بتاعتي هي 345. السؤال رقم 3 بيقول لي المقسوم عليه في مسألة القسمة 2499 على 51 يساوي 49. يعني ايه كلمة المقسوم عليه؟ المقسوم عليه يعني العدد على طول اللي ورا علامة القسمة. طب مين اللي ورا علامة القسمة؟ 51. يبقى 51 ده يسمى المقسوم عليه. خد بالك انت في الاختر بيجيلك سؤالين بس زي الشهر اللي فات، وبقية الأسئلة بتبقى حل مشكلة اللي هي أجب عما يلي. يبقى احنا كده حلينا الثلاث أسئلة اختر. تعال نشوف ثانيا بيقول لي ايه. السؤال التاني بيقول لي أجب عما يلي. يرقد أحمد يجري أحمد 325.8 يوميا في التمرين، فما عدد الأمتار التي يرقدها أحمد في 100 يوم؟ نقرأ تاني. أحمد بيرقد 325.8 متر يوميا، ده في اليوم الواحد. أنا عايز أعرف عدد الأمتار اللي هيرقدها أحمد في 100 يوم. طالما أنا مدياك الحاجة الواحدة وعايز الأكتر منها زي ال100 يوم دي، يبقى أنا المسألة بتاعتي كلها هتتحول لعملية ضرب. يبقى أنا يا ميس أنا هضرب هنا 325.8 هضربها عندي في 100. لما اجي اضربها في 100 العلامة بتاعتي هتنط حركتين، وده اللي احنا اخدناه في اول الترم. لما باجي اضرب عدد عشري في 100 او 10 او 1000 العلامة بتاعتي بتتحرك ناحية اليمين على حسب عدد الاصفار. انا عندي هنا مش صفرين، يبقى انا هتحرك بالعلامة رقمين. ادي عندي هنا رقم، يبقى انا فاضل لي كمان رقم تاني هحط زايد عليه الصفر، يبقى تديني 32,580. كده يا ميس انا عملت الحكاية كلها ان انا حركت العلامة العشرية، يبقى بيركض 32,580 متر. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه. وزع أمير مبلغ 3210 جنيه على 5 من أبنائه بالتساوي، فما نصيب كل ابن مستخدما مساحة المستطيل؟ لو هو ما قاليش هنا استخدم مساحة المستطيل أنا ممكن أحلها بطريقة الخوارزمية. هو هنا طلب مني إن أنا أستخدمها بقانون مساحة المستطيل، فكل اللي أنا هعمله يا ميس هرسم المستطيل بتاعي وأقسم 3210 على 5. تعالى نرسم هنا المستطيل بتاعنا. هعمل المستطيل بتاعي
وال3250 أنا المفروض هقسم 3000. كام عندي المسألة؟ هو بيقول لي اقسم 3210، اقسمها عندك على الخمسة، وابتدي اقسم الخانات بتاعتك ل3 خانات. هكتب عندي هنا العدد الكبير اللي هو 3210، وبره هعمل له عملية قسمة على الخمسة. ببتدي أول حاجة بمسك الخمسة دي بضربها أول حاجة عندي في 100، يبقى 5 أضربها في 100 هتديني عندي 500. لا أنا عايز لسه 3000. همسك الخمسة تاني مرة أضربها عندي في 200 هتديني عندي قيمتها بالألف. طيب لا لسه أنا عايزة أوصل لل3210، لسه ما وصلتش. أمسك الخمسة أضربها في 300، أنزل الصفرين بتوعي، 5 في 3 ب15، لسه ما وصلتش، أنا كده 1500، لسه أنا عايز 3000. يبقى 5 أضربها في 400، أنزل الصفرين بتوعي، 5 في 4 تديني 20، كده بقيت 2000، لسه يا ميس ما وصلتش. الخمسة بتاعتي أضربها في 500 هتديني الصفرين بتوعي ينزلوا، وآدي ال25 2500، لسه يا ميس ما وصلتش. يبقى 5 في 600 قربت، يبقى الصفرين ينزلوا، 6 في 5 هتديني 3000، لسه يا ميس أنا عايز 3210. يبقى 5 هضربها في 700 بتاعتي، أنزل الصفرين، 5 في 7 هتديني 35. لو انت لاحظت انت عايز هنا 3210، طلع لك عندك هنا 3500، يبقى انا ما ينفعش اخد الاكبر منها. هعمل ايه؟ انا هاخد الاصغر منها. الأصغر منها اللي هي قيمة 3000، وزي ما اتعودنا بكتب الصغير فوق والكبير بحطه تحت. يبقى أنا هكتب فوق هنا 600، والكبير أحطه تحت اللي هو قيمة 3000. تعالى نبتدي نطرح 3210 من 3000. هلاقي ولد شاطر يقول لي على طول يديني 210. هنبتدي بعد كده نمسك الخمسة دي نضربها في خانة العشرات. طب تعال نشوف. أول حاجة يا ميس أنا عايز 210، فميس هبتدي أمسك الخمسة بتاعتي أضربها أول مرة، يبقى 5 في 10 هتديني عندي هنا 50. لو لاحظت هننزل نفس الأعداد بس هننقص منها صفر. 5 في 20 هتديني عندي 100، لسه ما وصلتش، أنا عايز 210. هاخد عندي هنا الخمسة في 300 هتديني عندي هنا 5 في 3 ب15، وانزل عندي هنا عذرا، لا انا هضرب الخمسة في 30، يبقى انا هقول له هنزل الصفر، و5 اضربها في 3 تديني 15، لسه ما وصلتش. همسك يا ميس بعد كده الخمسة اضربها في 40 هتديني ادي الصفر، وانزل بال20 ادي ال200. يبقى ميس انا دلوقتي ضربت الخمسة في 40 ادتني 200. تعالى نضرب الخمسة في 50 هتديني 250. هل ينفع اخد العدد الاكبر؟ لا يا ميس انا هاخد العدد الاصغر منها. ابتدي اقول له انا هاخد الصغير واكتب الصغير فوق والكبير تحت، يبقى انا هحط هنا ال40 ويتبقى عندي هنا 200. لما اجي اطرحهم من بعض يديني عندي الفرق بتاعي 10. طبعا انا عارف ان ال10 على الخمسة على طول فيا الاتنين، يبقى انا فيا على طول يا ميس ال10 صفرت القسمة بتاعتي. تعالى نجمع العدد كله 642. هكتب عندي في الإجابة بتاعتي 642. نطلع نختار في الاختياري، أنا عندي الإجابة بتاعتي طلعت هنا 642. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه بيقول لي إيه. يقود أحمد سيارته لمسافة 70 كيلو متر كل يوم، كم كيلو متر سيقودها أحمد خلال 165 يوم؟ معنى كلمة ان احنا اتفقنا ان انا لو اديتك حاجة وطلبت منك حاجة اكتر يبقى انت بتعمل عملية ضرب. يبقى انا يا ميسا اول حاجة همسك 165 واضربها عندي هنا في 70. واحد هيقول انا بضرب في عددين يعني اعمل لها مسودة. اقول لك استنى، انت اول حاجة نزل الصفر وابتدي عندك اضرب السبعة في العدد 165. تعالى نضرب 7 في 5 هتديني 35، 5 ومعايا التلاتة،
7 اضربها في 6 ب42، و3 كانت معايا هتديني 45، ومعايا الأربعة. 7 في 1 ب7، و4 كمان هتديني 11. يبقى أحمد بيقود قد إيه؟ 11550 كيلو متر في 165 يوم. السؤال اللي بعد منه: يتدرب عمر كل 12 يوم، بينما تتدرب رشا كل 6 أيام. كلا الصديقين يتدربان معا. احنا اتفقنا قبل كده ان كلمة معا اول ما بشوفها يعني معنى كده انا هستخدم الميم ميم الف. يبقى لما بسمع كلمة معا يبقى انا بستخدم كلمة ميم ميم الف اللي هو المضاعف المشترك الاصغر. امال امتى بستخدم العامل المشترك الاكبر؟ لو طلب مني أكبر عدد من الأطباق، أو طلب مني أكبر عدد من الأصدقاء، أو أي حاجة فيها كلمة أكبر عدد، يبقى بستخدم العامل المشترك الأكبر. أما المضاعف المشترك الأصغر بستخدمه لما بلاقي كلمة معا. هو بيقول لي هنا: هل تحتاج لاستخدام عين ميم ألف ولا ميم ميم ألف؟ أنا هقول له أنا هستخدم الميم ميم ألف عشان عرفت كلمة معا. كم يوما سيمضي حتى يتدرب؟ لو انا عايزه اعرف كام يوم وبيقول لي احسبني، انا كل اللي هعمله همسك ال 12 واحللها، وامسك الستة واحللها بالشجرة. يبقى انا عندي هنا 2 في 6، الستة دي تتحلل لاتنين في 3. طبعا عارف ان التلاتة عدد اولي، الاتنين عدد اولي، الاتنين كمان عدد اولي. همسك الستة أحللها، هي عبارة عن 2 في 3. التلاتة عندي عدد أولي، والاتنين كمان عندي عدد أولي. علشان أجيب ميم ميم ألف هجيب كل اللي اتكرر واللي ما اتكررش. التلاتة عندي اتكررت هنا في الناحيتين، يبقى أنا هاخد منها 3 واحدة بس. في هبتدي أشوف الاتنين دي اتكررت، يبقى أنا هاخد منها واحدة. طب الاتنين دي اتكررت، لا أنزلها. تعالى نضرب 2 في 2 بأربعة، 4 في 3 ب12. يبقى هما بعد 12 يوم بالظبط هيتفقوا مع بعض في التدريب. المسألة اللي بعد منها بيقول لي: ما العدد الذي إذا قسم على 32 كان خارج القسمة 125 والباقي 13؟ معنى كلمة قسمة في الرياضة لما باجي أحلها بحولها لعملية ضرب، وخارج القسمة بضربه في 32 ضرب 125. طب ما معنى كلمة الباقي؟ يبقى أنا هحولها لزائد، يبقى أنا بمشي بعكس اللي بيقول لي عليه. يبقى أنا أول حاجة هقول له هضرب ال 32 في 125، والناتج اللي يطلع هضيف عليه ال 13. يبقى أنا يا ميس هقول له هنا آدي 125 هضربها عندي في 32، والناتج بتاعي اللي يطلع هضيف عليه ال 13. تعالى نبتدي نضرب ال 125 في ال 32. 2 في 5 عندي هنا تديني 10، صفر ومعاك الواحد. 2 في 2 بأربعة، وواحد معايا كان 5. 2 في 1 ب2 زائد الصفر. 3 في 5 ب15، و3 في 2 ب6، وواحد يديني 7. 3 في 1 ب3. نبتدي نجمع: صفر زائد صفر هو الصفر. 5 و5 10، 1 و2 3، 3 و7 10، 1 و3 يديني 4. يبقى الإجابة بتاعتي طلعت 4000. ال4000 دي مش الإجابة النهائية، لسه هضيف عليهم قيمة ال13 اللي هو الباقي، يبقى على طول تديني 4013. يبقى الإجابة بتاعتي إن العدد مين هو اللي لو قسمته على 32 تطلع الإجابة 125 والباقي 13، هو 4013. تعالى بعد كده بيقول لي اكتب العوامل الأولية للعددين 20 و8، ثم استنتج العامل المشترك الأكبر. همسك ال20 عندي وحللها، وامسك ال8 كمان عندي وحللها. ال20 عبارة عن 5 في 4. ال5 عدد أولي، نمسك ال4 نحللها. ال4 المقصود بيها عندي 2 في 2، وده عدد أولي، وده كمان عندي عدد أولي. طيب تعالى نشوف ال8، هي عبارة عن 2 في 4. الاتنين أولي، ال4 نرجع نفكها 2 في 2. طب تعالى نجيب العامل المشترك الأكبر. ايه اللي اتكرر عندي؟ الاتنين دي اتكررت والاتنين دي اتكررت، هاخد منها واحدة. في
الاتنين دي كمان اتكررت والاتنين دي اتكررت، هاخد منها واحدة. 2 في 2 هتديني 4. يبقى العامل المشترك بين 20 و8 هو ال4. طب العوامل الأولية للعددين، أقول له 8 هي عبارة عن 2 في 2 في 2. يبقى أنا المفروض هنا أجي أقول له إن ال8 هي عبارة عن 2 في 2 في 2، وإن ال20 هي العوامل الأولية بتاعتها 5 في 2 في 2. كده أنا حللت العدد بتاعي للعوامل الأولية، وكمان جبت العامل المشترك ما بينهم. نشوف آخر سؤالين معانا في المراجعة. بيقولي باستخدام خوارزمية القسمة المعيارية اوجد ناتج 273 على 13. عايزني استخدم الخوارزمية المعيارية علشان اقسم 273 على 13. طيب تعالى نشوف نعمل عملية القسمة ازاي. اول حاجة يا ميس انا كل اللي هعمله عندي هعمل عملية القسمة بالخوارزمية. تعالى نشوف بنرسمها ازاي. هرسم عملية القسمة بتاعتي بالخوارزمية. ابتدي اعمل الاتنين الطويلة بتاعتي، واعمل مكان للجدول اللي انا هعمل عليه الايه ضرب العدد، وابتدي عندي هنا اكتب المقسوم جوه اللي هو 273، واكتب بره 13، وابتدي استعرض جدول 13. همسك من 1 لحد 5. لو احتجت بعد كده بزود واقول له 1 في 13 ب13، 2 في 3 ب6، 2 في 1 ب2. لو معرفتش بزود 13 كل مرة. يبقى 3 في 3 تديني 9، 3 في 1 تديني 3. أمسك ال4، 4 في 3 ب12، 4 في 1 ب4 و1 5. نمسك ال5 ودي آخر حاجة بجربها، 5 في 3 ب15، 5 في 1 ب5 و1 6. نبتدي نشوف. أول حاجة هاخد الرقمين 27. في حاجة هنا تديني 27؟ لا. طب في أقل من ال27؟ ال26. أنا متعود بالأغنية بتاعتي بقوله إن الصغير فوق والكبير بكتبه عندي تحت، وبعد كده أطرح. 7 أشيل منها 6 تديني 1، 2 من 2 تديني 0. أنزل بأخويا الجديد اللي عليه الدور ال3. بقيت كلي على بعض 13. في حاجة ب13؟ مين اللي ب13؟ يبقى الواحد. اكتب الصغير فوق والكبير تحت، وابتدي اعمل عملية الطرح يديني 0 0. يبقى دي قسمة منتهية. يبقى الإجابة بتاعتي طلعت عندي 21. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه. بيقول لي هنا يوضح نموذج مساحة المستطيل المقابل حاصل ضرب 51 في 23. أنا عايز أجيب إجابة الA وإجابة الB وإجابة الC. عايز أعرف الA بكام، عايز أعرف الB بكام، عايز أعرف الC بكام. مين اللي هيساعدني في كده؟ نموذج مساحة المستطيل. ابتدي ابص عندي الايه موجوده في الخانه اللي فيها 3 حاصل ضرب ال50. يبقى انا عندي 50 في 3، انزل الصفر بتاعي واقول له 5 في 3 هتديني عندي هنا 15. يبقى الاجابه بتاعتي 150. تعال نشوف البي عباره عن حاصل ضرب الواحد في ال20. 1 في 20 هتديني 20. تعال نجيب السي، هي عبارة عن الواحد في 3 هتديني 3. كده أنا أكملت نموذج مساحة المستطيل من خلال عملية الضرب. ولو أنت نسيت الضرب والقسمة ارجع للحصة اللي فاتت عشان تستفاد. وبكده نكون عملنا مراجعة على كل المسائل اللي تشمل عندي مراجعة شهر نوفمبر. وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله في درس جديد.